اهلا بيكم. الناس عملت الفتره اللي فاتت هيصه وزيطه ان في شركه اسمها اكس 1 قررت انها تدخلنا المستقبل وتعمل اول روبوت حقيقي شبه الانسان بس على طريقه على ما تفرج. انا يحيى ناجي وتعالى اقول لك انا شفت الروبوت ده ازاي بعد حفله التطبيل اللي فاتت. الروبوت اسمه نيو، والمفروض ان هو بيساعدك في البيت، يسقي الزرع، يرتب البيت، يفتح الباب، حاجات زي كده. يعني كده خلاص ممكن نودع ام السعد ونقول لها سالم المسلمي بيسلم عليكي وبيقول لك من بكره ما اشوفش وشك هنا تاني. يا مساعد، انت يا مزاز. ايوه يا بيه. اعدل الحصان. حاضر. بس لما تشوف الحقيقة تحس إن الروبوت ده مش جاي يساعدك، ده جاي يضيع وقتك وأنت بتتفرج عليه وهو بيحاول يمسك كوباية. مبدئيا الروبوت ب20,000 دولار، بتدفع دلوقتي وتستلم في 2026. إمتى بالظبط محدش عارف، وما قالوش بالظبط على الويب سايت بتاع الشركة أنت هتستلمه إمتى في 2026. المفروض إنه ذكي ومستقل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، بس المفاجأة إنه ولا ذكي ولا مستقل. معظم اللي بيعمله بيتحكم فيه بني ادم قاعد في مكتب بعيد. يعني لما تطلب منه يشربك ميه هو بيبعت نوتيفيكيشن لحد في مركز خدمه العملاء وبيقول له يا باشا العميل عطشان حركني عشان انفذ المهمه، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان انا برضه انفذ المهمه. ولو محدش في خدمه العملاء فاضي هيديك صوت صرصور الحقل لحد ما يبقى حد هناك بقى يفضلك. ايوه يا فندم. ايوه. ايوه. روبوت نيو مع حضرتك. حاضر، اول ما حد يفضى هرد عليك. حاضر. حاضر، عايز تشرب؟ حاضر هجيب لك ميه. تاكل كمان؟ عناية الاتنين يا فندم. حاضر.